فيلم النهاردة إنتاج سنة 84، وبتدور أحداثه سنة 94، بمعنى إنه بيعتبر في المستقبل وقتها. واللي بنشوف فيه بروفيسور شكله كده من العيار التقيل، وهو بيعلن فيه عن نجاح تجربة علمية اسمها السبات، ومن خلالها قدر يخلي شمبانزي يفضل 6 شهور خارج الوعي لحد ما فوقوه تاني وهو صحته زي الفل. وبيقول الخبير الزعبلاوي ده إن التجربة المرة الجاية المفروض تطبق على البشر، وهنا بيتطوع الثنائي اللطيف ألبرت وماكس علشان يشاركوا في التجربة دي. ألبرت راجل خبير في البيولوجي وحابب يبقى جزء من تجربة تساعد البشرية، أما ماكس فكل اللي عايزه شوية مغامرة وبالمرة يبعد عن أم العيال اللي قرفاه في عيشته. وده رغم إن البروفيسور أكد إن التجربة المرة دي هتطول وتقعد لها 3 سنين بحالهم، وإن الموضوع ممكن يبقى فيه شوية خطر باعتبار إن أجسام البشر غير القرود. رغم كده بيصمم ألبرت وماكس على المشاركة، وقبل ما يودعوا العالم ويدخلوا كبسولة السبات بياخدوا معاهم سيجارة لزوم المزاج. وبتعدي سنين وبيفوق الاتنين أخيرا، وبيلاقوا ممرضات بياخدوهم على أوضة لونها أبيض فأبيض، وبيحضروا لهم كمان فطار 5 ستار. ساعتها ما كانوش عارفين يقطموا الأكل، لكن الممرضة بتشرح لهم إن لا مؤاخذة دي العلب اللي فيها الأكل مش الأكل نفسه. رغم كده بيحس الاتنين إن الأكل ملوش طعم برضه، وبيقولوا يمكن دي أعراض السبات. بعدها بيطلعوا السجاير اللي مخبيينها بقالهم 3 سنين وبيعدلوا مزاجهم بيها مع الأكل. للأسف دخان السجاير بيشغل الألارم والدنيا بتقلب، والنتيجة إن الأمن بيغرقوا ماكس وألبرت بطفاية الحريق. شوية وبتدخل عليهم الدكتورة ومعاها المساعدة بتاعتها، وهنا بيسألها ماكس وألبرت عن البروفيسور العظيم صاحب التجربة، فبتصدمهم الدكتورة إنه خلاص طلعوه معاش ووقفوا كل تجاربه بعد ما العالم حصل فيه حرب كبيرة قعدت عشرات السنين. وهنا بياخد الاتنين أكبر صدمة في حياتهم، وهي إنهم ما فضلوش 3 سنين بس، دول قعدوا في التجربة 53 سنة. وده معناه إنهم دلوقتي ما شاء الله وصلوا سنة 2044. المفاجأة الأكبر بقى واللي كانت هتخلي ماكس وألبرت يقعوا من طولهم هي إن الحرب دي قضت على كل رجالة العالم حرفيا، يعني الرجالة ماتت في الحرب زي ما بيقولوا فعلا، واللي اتبقى بس ماكس وألبرت. طبعا الاتنين بيركبهم 100 عفريت ساعتها وبيحاولوا يهربوا، لكن النتيجة إنهم بيلبسوا في باب الأوضة المتكهرب وبيفقدوا وعيهم شوية، ولما بيفوقوا بيشكوا إن اللي هم فيه ده جزء تاني من التجربة مش أكتر، وإن الدكتور أو البروفيسور بتاعهم بيختبر حالتهم النفسية بعد سنين السبات. ماكس ما كانش متخيل إن الرجالة ماتت في الحرب زي ما الأبلة قالت من شوية، وبيقعد يسأل نفسه طب الستات هتخلف إزاي؟ وهنا المساعدة بتسمعهم وبتقرر تقول لهم إن الحمل بيحصل بطرق تكنولوجية جديدة من غير رجالة ولا حاجة. في الوقت ده بتدخل عليهم ست تبع قسم تاني، وبتكون مستغربة ازاي المساعدة سابت القسم بتاع الوراثة اللي هي فيه وراحت مكان تاني في المنظمة، وبتقول لها في آخر كلامها إنها الأفضل تسلمهم ألبرت وماكس. في الوقت ده تلفزيون متطور بيشتغل في أوضة ألبرت وماكس، وبيشوفوا فيه شرح لطريقة الإنجاب الجديدة في الزمن الحالي. ورغم إن المساعدة بتأكد إن الطريقة دي آمنة، إلا إن ماكس بتاخده الحماسة شوية وبيقولهم إنهم كده بيطلعوا أطفال من غير آباء. وبالليل بيقعد الصديقين يندبوا حظهم ويفكروا في أهلهم اللي زمانهم في خبر كان، وقبل ما بيناموا بياخدوا كام بق كحول علشان ينسوا اللي هم فيه. تاني يوم ماكس بيقول إنهم لو استغلوا الوضع ده صح ممكن يبقوا ولا كأنهم في الجنة، لكن ألبرت بيزعق فيه وبيطلب منه يبطل أفكار شمال شوية. ولما المساعدة بتدخل بيبدأ ماكس يعاكسها بالمتغطي، لكن واضح إن طريقته قديمة قوي لدرجة إنها مش بتفهم قصده أساسا، وهو بيكمل ولا بيهمه لدرجة إنه بيبوسها في خدها. وهنا البنت بتترعب، واضح إن دي أول بوسة في حياتها لأنها بتعمل معاه السليمة وبتسيبه مرمي على الأرض، وبتفضل تفكر وهي مع نفسها في البوسة والمشاعر اللي أول مرة تحس بيها في حياتها. بعدها بياخدوا ألبرت وماكس لقسم تاني في نفس المكان، وهناك بيشوفوا جثث حيوانات اتعرضت لإشعاعات، وبيلاحظوا كمان وجود شجرة مفيش فيها غير تفاحتين قد الكف، فبياكلوهم بدون تفكير. وشوية وبتدخل عليهم الست الكبيرة قوي أو الست المديرة بتاعة المنظمة كلها، ولما بتسأل عن أعمار الصديقين بترد إيما، ودي واحدة من المنظمة، وبتقول إنهم معديين ال86 سنة، لكن طبعا لسه شباب بفضل التجربة إياها. فجأة بيحاول ماكس بسذاجة يقرب من المديرة، فالحراس بينط عليه من كل حتة لأنهم بيتخيلوا إنه عايز يأذيها. بعدها بتطلب الست المديرة يسيبوه، وبيشرحوا له هو وزمايله شوية تاريخ. وهنا بيعرف الاتنين إن الدكتور أو البروفيسور بتاعهم سبب الكارثة كلها،
لأنه عمل اختراع هدفه وقف الحرب بشكل آمن، لكن النتيجة إنه تسبب في القضاء على جنس الرجالة كلهم. وهنا ماكس الشمال بيحاول يقنع المديرة إنهم يساعدوا ستات العالم في الإنجاب، لكنهم بيرفضوا الفكرة، خصوصا لما بيلاقوا التفاح اللي على الشجرة اختفى واللي المفروض كان رمز لقصة آدم وحواء. فبتؤمر الكبيرة أوي الحراس ياخدوا الصديقين من تاني، وساعتها بيقول لألبرت الماكس إنهم لازم يهربوا من المنظمة المجانين دي. أما ميا المساعدة بتاعة الدكتورة فكانت لسه حبة عيني مسحولة في البوسة بتاعة ماكس، لدرجة إنها بتقرر تزور أكبر ست في المنظمة وتاخد رأيها في اللي حصل، لأنها الوحيدة اللي شافت عالم الرجالة قبل ما ينتهوا، وبتقدم لها شوية فاكهة علشان تخليها تتكلم. وهنا الحاجة دي بتحكي لها شكل العالم في وجود الرجالة، وبتقول لميا إن شكلها وقعت في حب ماكس، لكن ميا بتصدمها لما بتقول لها إن كده كده الاتنين هيدخلوا تجربة جديدة هدفها إنهم يتحولوا هما كمان لستات علشان يرجع العالم تاني بدون رجالة. وطبعا الحاجة بتقول لها إن ده أغبى قرار ممكن ياخدوه، لأن الراجلين دول آخر فرصة متاحة علشان العالم يرجع طبيعي تاني. في الوقت ده ماكس وألبرت بيحاولوا يتصنتوا على الستات بتوع المنظمة، وبيلاحظوا إنهم بيحضروا دروس بتتغسل فيها دماغهم وبيتقال لهم فيها كلام مش حقيقي عن شكل العالم زمان. واللي بيزود البلة طين إن ميا بتروح لماكس وألبرت بورقة المفروض يمضوها علشان يأكدوا موقفهم من العملية، وإنهم موافقين على عملية التحول ويبقوا هما كمان ستات. طبعا الاتنين بيرفضوا يتنازلوا عن أعز ما يملكوا، وهنا بيتفتح السقف ولا كأنهم قاعدين جوه عربية فراري، وبيلاقوا ستات المنظمة قاعدين يتناقشوا في مصير ماكس وألبرت. وهوب المناقشة بتقلب بخناقة بين الستات لأنهم مختلفين على مصير الصديقين. المصيبة إن النصين كانوا ألعن من بعض، لأن نص الستات شايفين إن لازم يعملوا العملية إياها، والنص التاني شايف إن الأفضل إنهم يقتلوهم أصلا ويعملوا عليهم تجارب تفيد البشرية فيما بعد. وفي الوقت اللي بتبدأ فيه عملية التصويت على قرار المنظمة بيقرر ألبرت وماكس يعملوا أغرب خطة، وهي إنهم يبوسوا الحراس واحدة واحدة بشكل مفاجئ، والنتيجة إنهم بيغمى عليهم من الصدمة لأن دي أول بوسة في حياتهم. وفي اللحظة اللي بيعلنوا فيها نتيجة التصويت وهي إنهم يعملوا عملية التحويل للاتنين، بيكونوا الاتنين أصلا فص ملح وداب ويهربوا من المكان ومكملين خطتهم، وهي إنهم يبوسوا أي حادثة يقابلوها في الطريق. وطول السكة بيشوفوا حاجات غريبة ومريبة لحد ما بيوصلوا آخر دور خالص وبيلاقوا قطر تعدين وشوية حاجات تانية زي جزمة وإزازة كحول، وكمان جورنال قديم من التسعينات بيتكلم عن حرب لسه بتبدأ وقتها. وهوب بيحسوا بالحراس بيطاردوهم فبيهربوا من تاني وبيوصلوا لمكان واضح إنه سري، وبيشوفوا فيه ناس هربانين من ظلم المنظمة وبيعزفوا فيه مزيكا، ودي من الممنوعات في الزمن ده. وطبعا بيتسحل الاتنين في اللي بيشوفوه لحد ما فجأة اتنين من الستات الهربانين بيمسكوهم لأنهم بيتخيلوا إنهم جواسيس تبع الحكومة. وهوب الحراس بيظهروا من تاني ومش بيبقوا عارفين يقبضوا وقتها على مين ولا مين، فبيستغل ماكس وألبرت حالة اللخبطة دي وبيهربوا تاني. وحتى لما بيتوهوا عن بعض بيتقابلوا بالصدفة في الأسانسير. كل ده وميا متابعة خطواتهم وبتفكر في إنها تفرجهم على العالم الخارجي يمكن يهدوا شوية. وفعلا بيبصوا من خلال منظار على شكل العالم في الوقت الحالي، وبيتفاجئوا إن الدنيا بره سواد وإن كل الستات عشان كده قاعدين تحت الأرض، وخصوصا إن إشاعات ابتكار البروفيسور ربنا ياخده لسه موجودة. رغم كل ده ألبرت وماكس كانوا شايفين إن الحرية حتى لو فيها خطر أفضل من وجودهم هنا. طبعا لما ميا بتسمع كلامهم ده بتقرر تبلغ بالقبض عليهم، والنتيجة إن ميا بتاخد مكافأة وترقية، لكن رغم كده بيكون واضح إنها مش مبسوطة قوي، وخصوصا لما بتعرف إنها خلاص مش مسؤولة عن ماكس وألبرت، وإن الاتنين بقوا من اختصاص الأمن بتاع المنظمة واللي خلاص هيطبق عليهم قراراته. وفعلا بيتاخد الاتنين لأوضة العمليات اللي هتشهد نهايتهم تماما، لأن المنظمة قررت تخلص عليهم خالص وياخدوا أعضاء جسمهم اللي محتاجينها. وبيتفاجئ ماكس قبل العملية إن واحدة من الجراحات بنته اللي كبرت ما شاء الله وبقت دكتورة قد الدنيا، لكن المصيبة إنها مش طايقة أبوها بعد ما سابها زمان هي ووالدتها علشان خاطر التجربة دي. وسط الرعب ده بتظهر ميا اللي مهنش عليها تسيب الصديقين في الآخر، وبتقدر تربك الدكتورة وتهرب بيهم كمان. المشكلة إن ألبرت ما كانش في وعيه لأنه خد حقنة البنج فعلا. وقتها الراجل بدأ يحلم بأنه فاق سنة 94 وإن البروفيسور كمان بيقول له مبروك يا وحش التجربة نجحت، وإن ألبرت وماكس هيقولوا له إنهم حلموا بكابوس شافوا فيه العالم بدون راجل واحد.
في الوقت اللي البروفيسور بيقول لهم إن ده مستحيل، وبيفوق ألبرت من تأثير البنج وبيكتشف الواقع الأسود اللي وقع فيه مع ماكس. وبيكمل التلاتة طريقهم لحد ما بيدخلوا أوضة فيها 2 من الأمن، وبيقدروا يثبتوهم وياخدوا بدل خاصة لماكس وألبرت علشان يقدروا يخرجوا بيها للعالم الخارجي بأمان. المشكلة إنهم محتاجين كلمة السر اللي هيعدوا بيها بره المنظمة، وكلمة السر دي مش مع أي مخلوق غير الكبيرة قوي مديرة المنظمة. وبيتعصب ماكس قوي ساعتها لدرجة إنه بيشتم بعلو صوته. وهنا بتحصل مفاجأة غير متوقعة، وبيتفتح باب الخروج بتاع المنظمة، وده معناه إن بالصدفة البحتة الشتيمة دي هي كلمة السر بتاعة الخروج. وهنا بتقرر ميا تلبس بدلة هي كمان وتخرج معاهم تشوف شكل الدنيا. وبعد شوية لف وبحث كده بيكتشف التلاتة إن العالم 100 فل وعشرة، وإنهم اتضحك عليهم من المنظمة زي كل الستات اللي جوه، وفاكرين إن العالم بره مليان إشاعات مضرة. وبيكمل التلاتة طريقهم لحد مكان كله شجر وخضرة، وبيكتشف وقتها إن الأكسجين اللي في البدل بتاعهم قرب يخلص. وفجأة بيلاحظ ماكس وجود طائر في السماء، وده معناه إن الجو فيه أكسجين طبيعي. وفعلا بيقلع البدلة وبيلاقي الدنيا عنب خالص، والباقي بيقلدوه بيقلعوا البدل. وبيكملوا طريقهم لحد لما بيلاقوا سور غامض، فبيعدوا وبيوصلوا لبيت آخر عظمة. طبعا ساعتها بيدخلوا البيت ده وبياخدوا راحتهم كأنهم مأجرين شاليه في مارينا، وبياكلوا وبيشربوا. بتتفاجئ وقتها ميا بإن الأكل طعمه أحلى من اللي كانت بتاكله في المنظمة. في الوقت ده إيما بتتطوع علشان تخرج تبحث عن التلاتة الهربانين، وفعلا بتوصل لمكانهم، لكنها بتكون على وشك فقدان الوعي لأن الأكسجين اللي في بدلتها قرب ينتهي. فالتلاتة بياخدوها لجوه البيت بعد ما بيقلعوها البدلة علشان تتنفس بشكل طبيعي. رغم كده بتفوق إيما وهي في حالة صدمة، وبتفضل مصممة على الرجوع من تاني للمنظمة. والراجل بيقول لها حد يرجع للنار برجليه من تاني. ووسط الشد والجذب ده بيشغلوا التلفزيون من غير قصد، وبيتفاجئوا ببيان حكومي بتعلن فيه المنظمة عن موافاة ميا وإيما. مش بس كده، ده كمان بيلاقوهم عاملين تقرير مزيف جايبين فيه 2 ستات بيقولوا إنهم ماكس وألبرت، وإنهم في غاية السعادة بعد ما اتعملت لهم عملية التحويل. وهنا بتتأكد فعلا إيما من إن المنظمة غسلت دماغهم واشتغلتهم السنين اللي فاتت. أما ماكس فبياخد ميا أوضة النوم علشان يطبق أفكاره الشمال اللي في دماغه من بدري. بعدها بشوية بيتفاجئ ماكس وألبرت بصوت حد وصل البيت، وهنا بيكتشفوا المفاجأة، وهي إن مديرة المنظمة هي صاحبة البيت ده. ورغم إنهم بيحاولوا يستخبوا منها إلا إنها بتشوفهم، فبيقرروا يهاجموها بعد اللي عملته في ستات المنظمة. وبعد خناق وضرب وسحل بيتفاجئ الاتنين بمفاجأة جديدة، وهي إن مديرة المنظمة دي مش ست وإنها راجل متنكر. وقتها بيحكي لهم إنه لما الحرب خلصت كان عيل عنده 4 سنين، وإن والدته عرفت تخبي حقيقته علشان ما يتعملوش العملية إياها، لحد ما كبر شوية وبدأ يتنكر في شكل ست علشان ينضم للمنظمة. وفضل يترقى لحد ما بقى زعيم، وبيقول إنه اضطر يغسل عقول الستات بكلام مش حقيقي علشان يضمن استقرار المنظمة. وماكس وألبرت بيقرروا يستغلوا الفرصة دي، وبيتفقوا مع الأخ المتنكر ده إنهم مش هيفضحوا سره مقابل إنه يسيبهم يتجوزوا إيما وميا ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات في البيت ده. طبعا وقتها هو ما بيصدق وبيديهم الأمان. ورغم كده بيقرر ألبرت وماكس يدخلوا المنظمة ويعملوا آخر محاولة لإنقاذ البشرية. وبما إن ألبرت خبير وعالم فبيبدأ يعمل تجربة سريعة في معمل المنظمة، ونتيجة التجربة دي بتبان بعد شهور لما بتكتشف ستات المنظمة ولادة طفل ذكر، وده معناه إن الخطة نجحت. وبينتهي الفيلم على كده.